تعرف ان انت ممكن ما تمشيش تاني. ده ممكن يحصل لو كان عندك كسر في الحوض وما تعالجش بالطريقة المثالية. الحوض ده هو المنطقة المهمة اللي بتصل بين العمود الفقري والطرف السفلي. في إصابات الحوض في إصابات بتبقى مستقرة وإصابات تاني غير مستقرة. الإصابات المستقرة دي بتبقى لما يحصل كسر في جزء واحد من الحلقة بتاعة الحوض، وده كسر من الكسور البسيطة اللي بيبقى علاجها عبارة عن راحة في السرير لمدة من 4 ل 6 أسابيع مع أدوية ومسكنات لحد لما المريض يتعافى. أما الكسور الغير مستقرة ودي الكسور الخطيرة اللي احنا بنخاف منها، ودي بيبقى عبارة عن كسر في أكتر من مكان في الحلقة بتاعة الحوض. علاج الكسور الغير مستقرة للحوض ده بيبقى عن طريق تقييم الحالة بالأشعات العادية والأشعات المقطعية لتقييم مدى تزحزح الكسر علشان نقدر في العملية نرجعه ونرده لمكانه. أي وجع في الحوض نتيجة إصابة أو سقوط من علو أو حادث ممكن يكون خطير. اكشف بدري علشان نوصل للطريقة الصحيحة للعلاج.